السلام عليكم، يومكم سعيد ومبارك. أهلا وسهلا بالجميع. أنا أم لقمان ورجعت لكم بعد طول غياب، فإن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. أنا الحمد لله بخير ونعمة، اللهم لك الحمد يا رب. فاستحشتكم للأمانة واستحشت تعليقاتكم الحلوة، إن شاء الله ربي يحفظكم ولا يغيبكم. اليوم حابة نشارككم بعض من المشتريات اللي شريتها من شي إن، وحتى شريت بعض الحاجات من المحلات عندنا في كندا، فحبيت نوريكم شنو التغييرات اللي حبيت نغيرها في حوشي، من ضمنهم مشتريات شي إن، فإن شاء الله ينالوا إعجابكم. طبعا أول شيء شريته واللي هو وجوه مخاد أو وجوه الوسادات أو غلفات المخاد، حلوات وراقيات. خديت منهم 2، طبعا الأحجام اللي متوفرة فيه المربع وفيه المستطيل اللي زي اللي خديتهم أنا، فللأمانة عجبوني، وخاصة خامتهم ما شاء الله حلوة. طبعا الكود اللي يطلع على الشاشة لكل منتج حنحط لكم الكود متاعه، تقدروا تاخدوا الكود هدا أو الرقم تحطوه في البحث لما تخشوا لموقع شي إن، حتطلع لكم المنتجات لو عجبكم شيء يعني وتحبوا تشروه من موقع شي إن. الشيء الثاني اللي حبيت ناخده واللي هي الوردات، هذه ممكن تاني مرة ناخد منهم، للأمانة الكواليتي متاعهم ما شاء الله روعة. زي ما تشوفوا هو أنا حطيتهم على الطاولة الورديات. طبعا خديت منهم اللونين، اللون الأبيض واللون البرتقالي. المهم الحاجة الثالثة واللي هي خديت مفرش طاولة للديكور، إن شاء الله نصور لكم فيديو خاص بتغيير الصالة متاعي على الأقل، حتى بلكي لعل وعسى حد يستفاد من التغييرات اللي نديرها في الصالة متاعي. ورابع حاجة خديتها واللي هو غلفات جلد خاصات بالصالونات متاعات الجلد أو الكراسي الجلد. طبعا لو عندكم مثلا كرسي أو صالون فيه شوية شرق أو أنتم تحبوا تغيروا لونه أو شكل الكرسي، فتقدروا تاخدوا هالغلفات. للأمانة ما ندريش الحق على جودتهم شني بالضبط، لكن حبيت ناخدهم، وإن شاء الله بإذن الله حنشارككم في الفيديوهات القادمة تغيير صالتي بالكامل، فحنقول لكم لو هم يستحقوا الشراء أو لا. نمشوا اللي بعده واللي هم ريشات، حتى هم خديتهم لتغيير ديكور الصالة، فحلوات عجبوني الحق. واخده منهم قبل اللون الأبيض مع اللون الوردي، حتى هم حلوات. والحاجة اللي بعدها واللي هي عرف نازل هيك تقدري تحطيه في الصالة متاعك، تغيري بيه لمسات الديكور متاع الصالة متاعك، فعجبني. حسيتها بس شوية هيك رفيع ولا رقيق، المهم الكمية متاعها شوية، فمنش عارفة كيف بنديرها. تمنيت اني خديت منهم 4 مش 2 بس، مش كل 2 نحطهم في جنب بعضهم. على العموم خديت هنا مفرش طاولة حلو للأمانة. بالنسبة للخامة متاعه هو يعتبر سعره شوية غالي، لكن أنا عجبني وعجبتني الخامة متاعه. لكن للأسف لما جيت نجرب فيها على الطاولة لقيت حجم الطاولة متاعي ما شاء الله أعرض وأكبر من المفرش، رغم أني خديتها كبير بكرة، لكن حسيت الطاولة متاعي عريضة شوية عليه. لكن تمشي أمورها، تمشي الفترة لولا يعني بين ما نلقى مفرش تاني كبير واجد. بالنسبة للطول كويس، أما بالنسبة للعرض حسيتها قصير شوية، فإن شاء الله نمشي به الأمور. المهم ما نكترش معاكم كتر الدوا. عندي هنا الحاجات اللي بعدها، خديت غلاف خاص بالصالونات لونه كريمي، عجبني، حتى هو ما شاء الله خامته كويسة. راهو شي إن الحاجات اللي عنده ما شاء الله تبارك الرحمن حلوات، على قس فلوسك تاخدي. يعني الحاجة اللي تلقوها مثلا غالية شوية هي اللي تعتبر كويسة من ناحية الجودة والخامة. الحاجة اللي تلقوها نوعا ما رخيصة بكل، اعرفوا ان جودتهم مرات تبدأ رديئة. طبعا مش في كل المنتجات اللي نحكي. المهم أنا الحق ديما نشوف في تعليقات الناس، لما تعجبني الحاجة ما نشريهاش لين نشوف تعليقات الناس على كل قطعة تعجبني. على العموم هنا عندي اللي هي علبة المناديل، حتى هي عجبتني ما شاء الله حلوة. راهو في الصورة مرات تبان لكم إنها فخار، لكن لا، هي راهي بلاستيك. وهدي خديتها للأمانة
البخور. هي في الأساس تحطوا فيها عيدان أسنان، لكن أنا الحق قلت نحط فيها بخور حتى تمشي مع باقي الديكور. وخديت هدي البخارة، عجبتني حتى هي ما شاء الله حلوة. البخارة طبعا فخار أو تقيلة. والحاجة اللي بعدها خديتها واللي هي شمعة، حتى هي تركب مع باقي الحاجات اللي خديتها. قلت نحطهم فوق طاولة القهوة أو طاولة الصالون اللي تشوفوا فيها هدي قدامكم. بإذن الله حيعجبكم الفيديو الجاي واللي هو فيديو تغييرات الصالة، ترقبوا الفيديو. فحبيت المهم نشارككم مشترياتي، لعل وعسى حد منكم تعجب حاجة وتقدروا تشتروها يعني من موقع شيئا. خديت المساحة الخاصة بالأرضيات هدي، لقيت عليها تعليقات كويسة ويشكروا فيها، فعجبتني قلت نجربها. لين حتى ناخد واحدة بخارية. الحق أنا خاطري في مساحة بخارية، فاللي مجربة نوعية كويسة وتعيش معاها، ما نبيش شيء مؤقت يعني. تعرفوا أن المساحات البخاريات سعرهم شوية غالي، فقلت ماذا بيا ناخد حاجة كويسة تقعد لي. فلو ما مجربين نوع كويس يا ريت تكتبوا لي اسمها، بإذن الله ناخد آرائكم حتى ناخد واحدة. نرجع معاكم للمشتريات. طبعا لعند المساحة نكونوا مكملين مشتريات شيئا. بالنسبة للمخاد الدائريات والمخاد المربعات شريتهم من محلات عندنا في كندا، محل اسمه الهوم سنت أو الوينرز. عندهم ما شاء الله بضاعة بدو يتطوروا شوي شوي هيك، يجيبونا في حاجات تعجبنا وتليق بينا احنا كمغتربين، لأن تعرفوا إن احنا ذوقنا يختلف على الذوق الأجانب، هذه ما نكونوا متفقين يعني من توا. فبالنسبة لي اللون خديتهم اللون المشمشي اللي مايل بين البرتقالي والقهوي أو البراون. خديت البكيوة أو القرعة كديكور، كل مدينة وشين يسموها، احنا نقولوا لها بكيوة في مصراتها، وانتم مش عارفة في اللي يقول لها قرعة أو أكيد في مسميات تانية. وخديت الفازة هدي طبعا فخار، خديتها من الوينرز. وبالنسبة لي البكيوة أو القرعة خديتها من الدولاراما، محل اسمه دولاراما عندنا هنا في كندا. المهم بالنسبة للفازة أنا زي ما تشوفوا حاولت إني ندخل فيها جميع الكواغط والحاجات باش نجرب معاكم كيف يكون شكلها قبل بنحط فيها الريشات، لكن شكلها موضوعهم فاشل. فنحاول إني ينحطها هيك كديكور فاضية أو ندبر لها حاجة تانية. المهم صرعت أنا وياها شوية وبعدين سيبتها على جنب. فالحاجة اللي بعدها واللي هي خديت الغطاء هدا خاص بالصالونات. المهم ترموه فوق الصالون، ديروه كيف ما تحبوا انتم. المهم اللي عجبني فقلت ان شاء الله ننسق او ندبر له دبارة كيف ان نغير به الصالة متاعي. طبعا نبي منكم شوية تشجيع حتى نتشجع معاكم ونزيد ننزلكم فيديوهات مفيدة بإذن الله. طبعا اخر قطعة خديتها واللي هي صحن خاص بالديكور، تقدروا تحطوه فوق طاولة القهوة أو طاولة الأكل. المهم ليه عدة استخدامات طبعا، أو ممكن تستخدموه حتى كتقديم يعني. حبيت ناخده ونحط فيه الشمعة والبخارة وحكة البخور. المهم نحط شوية لمسات فوق طاولة القهوة. إن شاء الله فيديو اليوم ومشتريات اليوم عجبوكم، ما تنسونيش من صالح دعائكم. بإذن الله نلتقي في فيديوهات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.